فينيسيوس يعبر عن رغبته في اللعب بجانب مبابي وإنهاء مسيرته في ريال مدريد. في حديث في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول، أعرب نجم ريال مدريد فينيسيوس عن رغبته في اللعب إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حيث ارتبط مهاجم باريس سان جيرمان بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد لسنوات حتى الآن، ويبدو لفترة من الوقت أن الانتقال قد يحدث في الصيف الماضي. وبقى مبابي في باريس سان جيرمان على الرغم من أن عقده مع بطل الدوري الأسباني ينتهي العام المقبل، ويظل الانتقال مجانا إلى ريال مدريد محتملا. وسط ذلك اعترف فينيسيوس برغبته في مشاركة مبابي قائلا أن الدوري الفرنسي في دوري خاص به، وقال هنا الجميع يريد اللعب مع مبابي، أأمل أن يحدث ذلك في يوم من الأيام، إنه أحد أفضل اللاعبين وربما الأفضل على الإطلاق اليوم. كما تحدث اللاعب البالغ من عمره 23 عاما عن حبه لريال مدريد قائلا إنه سيكون على استعداد تام لقضاء حياته المهنية بأكملها في النادي، على الرغم من أنه قال إنه وعدت عائلتي بالعودة إلى فلامينغو، وقال أعتقد أنه يمكنني البقاء هناك طوال مسيرتي، ولكن نادي حياتي هو فلامينغو. لقد وعدت والدي بأني سأعود إلى هناك ذات يوم. رونالدو يحقق المستحيل. سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو 73 هدفا دوليا بعد أن بلغ العمر من 30، ما يعكس الإصرار والتحدي الذي لازمه في مسيرته. في معظم النجوم بعد سن 30 تحاول أن تشارك دوليا بشكل أقل، لكن رونالدو صنع المستحيل وحقق مسيرة تاريخية بعد سن 30. رونالدو بهذا الرقم سجل أكثر من أي لاعب في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وأسبانيا وهولندا والسويد وأوكرانيا وكرواتيا والدنمارك والأوروغواي وتشيلي والمكسيك وأمريكا ومصر وغينيا و173 دولة أخرى، ما يجعل من المستحيل على أي لاعب أن يصل لما أوصل إليه النجم البرتغالي رونالدو أعظم هداف في تاريخ كرة القدم. واصل كريستيانو رونالدو تحقيق أرقامه كأعظم هداف في تاريخ كرة القدم، ووصل لهدف رقم 857 بمسيرته مع الأندية والمنتخبات، حيث جاءت كالتالي: ريال مدريد 450 هدفا، مانشستر يونايتد 145 هدف، البرتغال 125 هدف، يوفنتوس 101 هدف، النصر 31 هدف، لشبونة 5 أهداف. بعد كوبو، ريال مدريد يستهدف صفقة جديدة من ريال سوسيداد. يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع روبن لونورمان لاعب ريال سوسيداد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. أعطى فلورنتينو بيريز الضوء الأخضر للانتقال. وفقا لصحيفة ديفيد سنترال الأسبانية، فإن لونورمان هو موضع الاهتمام ريال مدريد، ويتواجد النادي الملكي في سوق الحصول على قلب دفاع قبل فترة الانتقالات الصيفية العام 2024. وظل مدافع ريال سوسيداد البالغ من عمره 26 عاما كهدف لويس بلانكوس. لورماند هو مواطن من بول في فرنسا، وقضى سنوات تكوينية في البلاد، وتخرج من أكاديمية ساد سبورت، لكنه صعد إلى الصدارة بعد انضمامه إلى ريال سوسيداد في 2016. وفي الوقت نفسه اختار اللاعب أسبانيا على الساحة الدولية بعد فشل في الحصول على مكانه في المنتخب الفرنسي. أما بالنسبة لتقديمه على مستوى النادي، فلقد شارك اللاعب البالغ من عمره 26 عاما فيما يقارب من 200 مباراة حتى الآن مع ريال سوسيداد، وسجل 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة. لم يمر تقدم لورمان أن يلاحظ أحدهم، حيث استحوذ على انتباه العديد من الأندية البارزة. وده كان كل التفاصيل. لو عجبك الفيديو تنزل دلوقتي تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان توصل بالمزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.